جربي معايا طريقة البسكوت الحلو قوي ده. طريقة اقتصادية. طعمه في منتهى الجمال. ينفع مع الشاي. تقدري تزينيه بالشوكليت والمكسرات. بس انا اكتفيت بكده بالشكل ده بس، علشان ما يبقاش سكره كتير، وهو في الواقع سكره مظبوط جدا. السلام عليكم واهلا بيكم في مطبخ مصريه. تعالوا نعمله مع بعض كده بسكوت. مش اقتصادي قوي بس اقتصادي. يعني سهل وبسيط وما فيهوش دربكه كتير. معايا ربع كيلو زبده. آه، مع ربع كيلو زبده. تمن، سكر بودره. انا عامله التمن وزن التمن، وبعد كده ضربته. يعني مش جايباه سكر بودره من بره يعني. مش شاريه جاهز. اضرب السكر بالزبده. احنا ضربنا السمنه بالسكر مش كتير. عندي بيضايه واحده. فانيليا يا سايله يا اما فانيليا بودر. اضربها برضو بالمضرب. معايا 300. احنا ضربنا خلاص البيضه. معايا 375 جرام دقيق ما انا نخلته. احط عليه المكونات الجافه بقى يعني. آه، معلقتين كبار نشا. معلقه صغيره بيكنج باودر. ذره ملح. اقلب بقى المكونات الجافه كلها على بعضها. تبان الزبده كتير على مقدار الدقيق، بس هي بسكوت يعني في منتهى الجمال للشاي يعني. اوكي. احط بقى الدقيق. سهله يعني، انا عايزه اقول لكم دي حاجه وانت واقفه تعمليها بس يا تايم. احط بقى الدقيق على الزبده. طبعا لمينا العجينه سهله جدا، وهعملها دوائر صغيره. التشكيل بتاعها ابسط ما يكون، بس حاولي على قد ما تقدري يبقوا كلهم مقاس واحد. وانا قلت لو عايزه تعمليها شوكولاته شيلي معلقتين دقيق وحطي معلقتين كاكاو. او بالشكل ده، اي حجم انت عايزاه. اهو. عايزه تكبري عن كده اوكي، عايزه تصغري اوكي. انا شكلته كله، ما عملتش فيه حاجه اي شكل ولا باي حاجه. آه آه بتاعه المضرب، باليد بتاعه المضرب كده، واتجاه معاكس. بعمل كده باليد بتاعه المضرب زي ما يقول لكم. بصوا، حاجه سهله جدا، ولا مكنه ولا اي حاجه. الحقيقه انا كنت عايزه، كررتها كتير قوي في الفيديو، كنت عايزه اعملها بالشوكولاته، لكن ما عنديش كاكاو. لقيت الكاكاو اللي عندي ما تكفيش. خلاص. طب نعمل بايه تاني؟ بس يا تاني اعمل بايه؟ بشوكه، مره في الاتجاه ده ومره في الاتجاه ده، او ببصمه الكحك كده بالشكل ده. يا رب تكون باينه في الكاميرا. حاجه تانية،
بغطا الازازه اعمل كده كده كده، او بمعلقه على فكره، يعني يا اما بغطا الازازه او بالمعلقه. هي لما تستوي التشكيل هيبان اكتر. اخلص التشكيل كله، احطها في الفرن على درجه حراره 170، واقدمها معاكم. طبعا خلصنا البسكوت الاقتصادي الجميل القمر، طعمه تحفه واحساسه جميل وانتي بتقطميه كده في منتهى الجمال. هو طبعا ادينا هدايا منه، مش هي دي كل الكميه، هو ناقصه شغل. يعني واحده زي كده احط هنا عسل او شربات تقيل او نوتيلا او شوكولاته بيضاء، اي حاجه. وبتحطي هنا مكسرات في النص او بتعصيها بالجنب، او يعني لسه فيها شغل، بس انا مش عايزه يعني يبقى ازود السكر فيها، وهو سكر مظبوط جدا قوي خالص في منتهى الجمال. جربي وصفتي هتعجبك جدا جدا قوي خالص. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه، بحبكم كلكم. ما تنسيش لايك شير تفعيل جرس يوصلك مني كل جديد. بحبكم كلكم وباي باي.